اعترافات جن لمعالج. واهم نقطة هقولها في اخر الفيديو، ذكر الله بيقطع عننا المدد السحري الخارجي. سورة البقرة بتقهرنا وتحرقنا، ما نقدرش نستحمل الماء البارد لانه بيصعقنا. المؤمن التقي النقي اللي بيعبد ربنا من قلبه بيطلع من قلبه نور بيحيط كامل جسمه، ما نقدرش نخترقه خوفا من ان نحترق. ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة يحيط بيهم نور. بننجذب للتماثيل والصور اللي متعلقة في البيوت لان بيبقى فيها طاقة بنتقوى بيها. بنوسوس ليهم علشان يأخروا الصلوات وخاصة العصر والمغرب، ونلهيهم عن الأذكار عشان نقدر نتمكن منهم وننفذ الأسحار ليهم. بتعلقنا الملائكة على أعتاب البيوت اللي بيذكر فيها اسم الله وما نقدرش ندخلها. فعل الخير بيأثر علينا، ما نقدرش نشوفهم في الحمام لو قالوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقت الخوف أو الخضة لو قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما نقدرش ندخل جسمهم. الصدقة بتعذبنا، قيام الليل بيضعفنا، بنقوى بالروايح الكريهة وبنضعف بطهارة البدن والوضوء. الدعاء بيحرقنا ويهلكنا، ما نقدرش نأثر على الناس في أمر استخاروا ربنا فيه. بنضعف يوم الجمعة وبنضعف قوي في شهر رمضان. الإيمان القوي واليقين بيقهرنا. أكل التمر العجوة والحبة السوداء بيضعف قوتنا. وأخيرا سورة الزلزلة بتبطل الأسحار المرشوشة والمدفونة.